اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي ورسولي وشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. النهارده هنعمل فطير مشلتت. بس هنعمل ميني فطير كده لان انا هعمله كده في الطاسه. احنا كنا بالليل كنا جعانين فقلت ان انا اعمله. فانا معايا كوبايه دقيق وكوبايتين الا ربع، عليهم معلقه ملح صغيره ومعلقه سكر صغير وكوبايه ميه دافيه. وهقلب بقى كده، هنزل بالميه تدريجي، يعني هو مفيش مقادير. هي انا حطيت دقيق كوبايتين الا ربع تقريبا، كوبايتين الا ربع، ومعلقه ملح صغيره ومعلقه سكر. ونزلت بقى بالميه الدافيه دي، ميه دافيه مش سخنه ولا ساقعه، لازم تبقى فتره. انا قلبتها كده لحد ما لقيتها ان هي خلاص كده ينفع ان انا اعجنها بايديا. هنزلها بقى على الكاونتر وادعك. هقعد بقى قلت واعجن كده مع نفسي. هوريكم بس هنلمها كده اهوت. بصوا هي العجينه ديت يعني سهله سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه ومتخمرش ولا اي حاجه، وطلع معاكم الفطير مورق وجميل. وممكن كمان تعملوه في الفرن، انا هعمله دلوقتي في الطاسه. انتوا لو حابين ممكن تعملوه في الفرن بنفس الطريقه بالظبط، بس تكبروا بقى. انا بصراحه احنا كنا جعانين بالليل فقمت عملتها على طول. بس بقى انا هقعد اعجن 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 كده زي ما انتوا شايفين. بصي يعني عجيني كويس. انا لقيتها محتاجه دقيق فانا كنت حاطه دقيق على الكاونتر كتير. هنزل بقى اللي على ايديا دي عشان نلم النعمه، ربنا يلمنا ان شاء الله. لم النعمه، النعمه تلمك. بصوا اتعجنت كده وبقت جميله وسطحها ابيض. بصوا انا مكورها اوريكم بقى كده. بصي جميله. دقتها حوالي 10 دقايق بصراحه، من 7 ل10 دقايق. بقت جميله وفيها سنه تلزيق. هحطها كده في بوله، بس هنزلها تاني احط زيت. حطيت زيت واغطيها بكيس بلاستيك كده، وبفوط المطبخ الصغيره اللي عندي. وهسيبها مثلا كده ربع ساعه. جينا بعد ربع ساعه كده، يعني بصي على حسب ما انت عايزه تسيبيها، بس مش اقل من ربع ساعه بصراحه. ممكن تسيبيها نص ساعه ساعه على حسب ما انت فاضيه تعمليه. انا سبتها ربع ساعه وهبدا بقى افردها كده اهوت. هحط لها بس رشه دقيق عشان لزقت مني. حطيت لها رشه الدقيق لان انا قلت لكم ان هي بتلزق شويه. متنسوش يا حبايبي اللايك والشير، وادعوا لنا كده وادعوا لحبايبكم دايما. متنسوناش افتكرونا في دعواتكم دايما. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، دي بنتي بقى بتلعب معايا بالعجين. احنا بنعمل عجين بنخش كلنا نلعب في العجين. هحاول افردها مستطيل كده. كنت اقول لكم مثلث. هحاول افردها كده مستطيل، يعني على قد ما اقدر اخلي جوانبه قد بعض عشان وانا بلفها ما تتعبنيش. بصوا زي ما انا يعني بحاول بصراحة، يعني هي مش اكيد مش تظبط معايا بس انا بحاول اخليها كلها من نفس الاتجاهات قد بعضها، المستطيل قد بعض. عاملين ايه يا جماعة في الجو الساقع التلج ده؟ الجو صعب قوي بصراحة. بصوا بنتي خدت مني نشابة دي وادتني دي ضايعة. بنتي خلعاها فانا بديها تلعب بيها لما باجي اعجن، فهي ادت لي وخدت التانية. بس احاول كده اشد كده العجينة شوية، رققها على قد ما اقدر. بصي ده كوباية دقيق، كوبايتين الا ربع صغيرين يعني، يعني مش هيطلعوا لي ياما. احاول كده ارق ارق ارق. دي بقى سمنة بلدي اللي انا كنت مسيحاها معاكم. انا بحطها هنا في علبة السمنة دي. فحطيت 3 معالق، 3 ونص، وهفردها بقى على المستطيل كله. بصوا اللي مش عنده سمنة، دي سمنة بلدي، اللي مش عنده ممكن يحط سمنة على زيت. يعني بص حطيت شوية زيت. ممكن تحطي سمنة اللي هي العلب ديت النباتي دي على سمنة بلدي. ممكن تحطي سمنة على زبدة، ممكن على زيت. يعني انا في الاغلب بعملها سمنة بلدي وزيت وزبدة التلاتة. مثلا لو هحط ال3 معالق هحط معلقة من كل حاجة. طعمها جميل برضو، طعمها سمنة بلدي وجميلة بصراحة. الزيت بيخليها مقرمشة شوية. شفتوا انا فردت كده السمنة على المستطيل كله زي ما انتوا شايفين. يا قلبي. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، متنسوش اللايك والشير. قلت لكم انا هحاول اطلعه قد بعض، طبعا ما طلعش قد بعض. بصوا بقى هبدأ اعملها رول كده زي بتاع السينابون. عارفين السينابون رول؟ انا هبدأ اعملها رول كده زيه.
بصوا انا مش بتك عليها خالص، انا بلفها وايدي التانية ساندة، يعني ايد بتلف وايد ساندة بس مش اكتر. دي بنتي طبعا معاها حتة عجينة صغيرة فهي عايزة تحط عليها سمنة. بقول لكم بنلعب في المطبخ كلنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي رسول الشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا بلف. انا بصت ما رضيتش اعدي الحته دي، قلت لازم اوريها لكم. بصوا بقى الطرف الاخير ده هجيبه كده في الاخر، يعني هجيبه كده في الاخر خالص زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. بصوا هلفه بقى كده اهو، وهقطع بقى العجينه. هقطعها نصين وعلى حسب بقى انا عايزه حجمها قد ايه. انا عندي الطاسه اللي انا هعمل فيها صغيره، فانا قسمتها على قد الطاسه بالظبط. يعني الكوبايتين دول هيطلعوا معايا فطيرتين صغيرين خالص، انتوا هتشوفوهم دلوقتي 4 فطاير صغيرين. هجيب بقى حاجه احطهم عليها، بس انا بصراحه ما حطيتش رشه دقيق، او كان المفروض يحط دقيق يحط زيت، وانا بصراحه ما حطيتش حاجه لان بنتي كانت لخميني. اغطيهم تاني بالكيس وبالفوطه واسيبهم يستريحوا كمان ربع ساعه 10 دقايق. على يعني ده مش مهم، ده لو 5 دقايق هيبقى فل قوي. بصوا بقى انا دلوقتي هفردها. دلوقتي هرش برضو رشه دقيق، رشه ليه ورشه لبنتي. رشه دقيق برضو هجيبها. بصوا هي هتلزق، انا بصراحه نسيت ان انا احط زيت. بصوا انا هحاول بقى دلوقتي ان انا افردها، مش هتكي عليها جامد عشان السمنه ما تطلعش. هفردها بصوا يعني فرده بسيطه خالص. هقوم حاطه دلوقتي معلقه سمنه، نقوم لما كل الجوانب. بصوا بصوا لو الرقات كده اتقطعت منكم مش مشكله، دخلوها جوه. اهم حاجه ان الرقات ما تطلعش بره. احط حته سمنه كده صغيره في النص، واقوم لما كل الاربع جوانب دي كده عليها واقفلهم، يعني خليهم شكلهم من ورا مقفول. هتبقى كده اهو شبه المربع. هعملها اسيبها بقى، هتبقى رشه دقيق المره دي. تحفه ايوه تحفه تحفه. وهفرد كده التانية. ونفس اللي عملت انا مرضتش اشيل منه حاجه عشان تعرفوا بس التكنيك كويس، لان كان في واحده فيها الرقاد بتاعتها كانت طالعه فشديتها، فكنت عايزاكم تشوفوها. بصوا زي ما انا شفت الرقه دي كانت طالعه ازاي، انا بس لميتها. بصوا بحاول اخليها شبه المربع او شبه الدايره شويه، عشان ايه لما افردها. بصوا طول ما انتي يا تفردي على دي يا تفردي على زيت. بصراحه انا مكانش عندي زيت بصراحه، الزيت اللي عندي كان هما اخر شويه دول اللي حطيتهم، اللي هحطهم كمان، فما كانش عندي. السمنه بصراحه غاليه فمرضتش احط في السمنه على الكاونتر. بصراحه السمنه غاليه بامانه. بصوا اي حاجه تلاقوها طالعه كده تقوموا شادينها كده مدخلينها جوه، لان لو فضلت بره هتبقى مقرمشه ومش حلوه. بس اي حاجه كده اتقطعت او لزقت تقوموا عاملينها كده اهو. بس مش شويه واحده كلهم معاكم تتفرجوا عليها. افرد بقى افرد. اهم حاجه ما تضغطوش عليها عشان السمنه ما تطلعش منها. حته سمنه كده في النص، حته صغيره. والله ما على حسب، يعني انت لو بتحبي ان الفطير مدهن قوي كده حطي. انا بصراحه ما بحب. بصي الحته اللي طالعه دي اللي طلع ده دخلته تاني. انا بصراحه بحب الفطير ناشف، ما بحبوش فيه سمنه كده كتير، بحبه ناشف. بص هو كده بقى هبدا، مش هغطيها، انا هعمل معاكم دلوقتي يعني، مش هسيبها تستريح. انا بس جبت الطاسه الصغيره دي اللي هعمل فيها، حطيت فيها رشه زيت بسيطه على حته سمنه صغيره، وهفردها بقى. بصوا هفردها زي ما على قد ما انا عايزاها، يعني ممكن تفرد اكتر من كده، بس كانت تخينه ممكن تفرد اكتر من كده. هو تبقى عليها وافرد زي ما انا عايزه. حطيت الطاسه الصغيره دي. بصي التليفون، معلش يا جماعه بنتي كانت بتلعب، انا اسفه. وهقوم مغطيه. بصوا اول ما الاقيه كده
نفخ كده اقوم قلبها على الناحية التانية. ده خلاص كده استوى، هشيله واحط غيره بقى. الصوص ده طلع عندي قلتلكوا كانت اخر شوية، فهحط معلقة سمنة واحط البيض. ده كده التانية كانت سخنة أوي، المفروض نشيلها من على النار تبرد شوية، بس بصراحة عيلي كانوا مستعجلين يعني عايزين ياكلوا بصراحة. فجبت البتاعة كده اعمل بيها، لقيتها مش نافعة وهي كانت سخنة، فاضطريت اني افردها بايديا كده وخلاص، وردها اي حاجة وهغطيها تاني. ده خلاص بعد ما استوت. جميلة. بس هتعجبكم قوي. متنسوش يا جماعة لايك وشير وسبسكرايب، وصلوا على النبي كده ودعونا دايما بالخير وبالرزق، ان ربنا يرزقنا ويكبر بخاطرنا كلنا يا رب. بس دي بقى بعدتها عن الزيت شوية. بص احنا اللي طلعناه كلناه بصراحة. في واحدة اتاكلت مش واحدة يا ماما يا ريت اصبري يا حبيبتي اصبري. بصوا بقى ده فتحناه. بصوا بقى انا هوريكم، بس سخنة بصراحة مش قادرة امسكها. بصوا الرقات، بس هي لسه سخنة. هطلعلكم من ناحيتها دلوقتي وهوريكم. ده شكلها بعد ما خلص، وباي باي.